بيعيش 35 يوم في نفق تحت الأنقاض بدون أكل ولا مية. يا ترى هيخرج ولا إيه اللي هيحصل؟ بيبدأ فيلمنا النهاردة مع لي جونج وهو في محطة بنزين، وبعد ما بيخلص بيروح يدفع الحساب، والراجل بيروح له بسرعة وبيديه ازازتين مية، وبنشوف معاه في العربية تورتة جايبها لبنته سوجين، وبتتصل بيه مراته وبتقول له أنت فين؟ فبيقول لها انه هيجي الساعة 6 بالظبط وجايب تورتة عيد ميلاد لبنته. وبعدها بيقفل معاها لان بيجيله تليفون من عميل عاوز يشتري منه 10 عربيات، ولي جونج بيتفق معاه على السعر وكل حاجة، وبيقول له انا هدخل النفق واول ما اطلع منه هكلمك على طول. هو في النفق بيحس بصوت غريب، وفجأة النفق بيبتدي يقع وبينهار عليه، وبيختفي لي جونج وقتها. وبعد شوية بيظهر لي جونج جوه العربية بتاعته وهي متدمرة، والتراب مالي جسمه والحجارة والصخور في كل مكان حواليه، ومش عارف يتحرك من مكانه. وبيمسك تليفونه وبيتصل بالطوارئ وبيقولوا من النفق النهار هو جواه ومحاصر دلوقتي ومش عارف يخرج منه، ولازم يجوا ينقذوه بأقصى سرعة لأن الحجارة في كل مكان حواليه ومش شايف أي حاجة. وبعدها ب5 دقايق بيجي فريق الإنقاذ وبيتصدموا لما بيشوفوا المشهد والانهيار اللي حصل، وبيكون الجبل كله انهار وقع على النفق ودمره. وبيتذاع الخبر على التلفزيون، ومراته بتعرف إن جوزها لي جونج متحاصر جوه النفق ومش عارف يخرج. وبنرجع للي جونج وواحد بيكلمه وبيقول له عاوزين نعمل معاك حوار صحفي على الهوا، وبيسأله شوية أسئلة كتير جدا، وبيعرف منه ان الجبل انهار فوق النفق وصعب انهم يقدروا يخرجوه بسرعة والوضع صعب جدا. كيم قائد فريق الانقاذ بيروح للصحفيين وهو بيتخانق معاهم وبيقول لهم ما تتصلوش بيه تاني علشان بطارية تليفونه ما تخلصش، ولو اتصلتوا بيه تاني هيعمل لكم قضية. وكيم بيتصل بلي جونج وبيقول له انا قائد فرقة الانقاذ وعاوز اعرف معاك مية واكل ولا لا. فبيقول له معايا ازازتين ميه وكيكه صغيره. فبيقول له الوضع سيء جدا والانهيار كبير ولازم يحافظ على الميه اللي معاه على الاقل لمده 7 ايام. وبيساله شايف ايه حواليك؟ فبيقول له في مروحه تهويه وقعت على العربيه بتاعتي. وبسرعه بيجيبوا الخرايط والتصاميم بتاعه النفق وبيوصف لهم المده اللي مشاها جوه النفق بالظبط، وبيطمنه وبيقول له احنا تقريبا عرفنا مكانك وهنوصل لك باقصى سرعه. ومراته بتتصل بيه وبيقول لها انه كويس بس على الاقل معاه 7 ايام علشان يقدر يخرج، وبتديله بنته سوجين علشان تكلمه، وبيقول لها انا هتاخر شويه على عيد ميلادك وجايب لك تورته وكلب صغير. وبيبتدي يظبط المكان جوه العربيه علشان يعرف ينام فيه. وفريق الانقاذ بيبعتوا طيارات بدون طيار علشان يعرفوا بدايه انهيار النفق. كيم ووحده من فريق الانقاذ بيركبوا عربيه وبيدخلوا جوه النفق علشان يوصلوا لبدايه الانهيار، وبيصوروا كل حاجه في طريقهم وبيوصلوا لحد بدايه الانهيار. وفي الوقت ده بيتصل بلي جونج وبيشغل سرينه العربيه، ولي جونج بيقول له انا سامعها. فبيقول له معنى كده ان احنا قريبين جدا منك وهنقدر نطلعك بسرعه. بس فجاه وهو بيكلمه بيبتدي النفق ينهار عليهم، وبيقدروا بسرعه يركبوا العربيه وبيخرجوا في اخر لحظه من النفق قبل ما يتدمر كله ويموتوا جواه. ولما بيخرج بيتصل بلي جونج تاني علشان يطمن عليه وبيقول له انا لسه حي. فبيقول له باقي النفق اتدمر وخرجنا بسرعه منه. وفي الوقت ده بيقول له ان المروحه اللي وقعت على عربيته موجود عليها رقم 3، ومراته بتتصل بيه تاني وبتطمن عليه وبيقول لها انه كويس ولازم تخلي بالها من نفسها ومن بنته سوجين. وبيبتدوا يجيبوا معدات الحفر فوق النفق علشان يحفروا بشكل رأسي في المكان اللي حددوا وجود لي جونج فيه بحسب رقم مروحه التهويه. وبتعدي 3 ايام من الحفر ولي جونج لسه موجود جوه النفق والميه قربت تخلص منه، وبيطلع التورته اللي كان جايبها لبنته وبياكل منها. وفجأة بيحس بحركة قريبة منه، ولما بيشغل الكشاف بيشوف كلب صغير وبيسمع صوت بنت بتنده عليه يجي ويساعدها. فبيبتدي يخرج من العربية وبيمشي جوه مروحة التهوية وبيوصل عندها وبيلاقيها مش عارفة تتحرك والصخور على جسمها ومش بيعرف يحركها من مكانها. وبتقول له ان اسمها مينا وبتطلب منه يجيب لها ميه وتشرب. فبيرجع لعربيته وبيروح يجيب لها الميه وبيشربها، وبيدور على تليفونها وبيلاقيه متكسر. فبتطلب منه انها تكلم امها من تليفونه، وبتطمن امها عليها وبتقول لها انها متحاصره في النفق ومش عارفه تتحرك من مكانها. امها بتطلب تكلم لي جونج وبيطمنها عليها وبيقول لها انه هيعتني بيها لحد ما يخرجوا من النفق. وبيشغلوا الراديو وبيسمعوا اغاني. وقتها بتقول له ان ضلوعها وجعها جدا وفيها الم شديد جدا، وبيسيبها علشان تنام وبيرجع العربيه بتاعته وبيبدا ياكل من التورته اللي معاه وبيشيل الباقي. لكن فجاه بيجي الكلب وبياكل التورته كلها ومش بيخلي فيها حاجه. مينا بتندع عليه فبيسيب اللي في ايده وبيروح لها وبتقول له ان ضلوعها وجعها جدا ومش قادره تتنفس، وبتطلب منه يجيب لها ميه علشان تشرب. فبيروح بسرعه على عربيته
وبيجيب لها ميه، ولما بيرجع بيلاقيها ما بتردش وبيحاول يحركها، لكن للأسف بتكون ماتت. فبيشيل الحجر الكبير من عليها وبيتفاجئ ان في سيخ داخل في جنبها، وبيرجع عربيته تاني وبيكون حزين جدا. وكين بعدها بيتصل بيه وبيقول له لازم يحافظ على الميه اللي معاه، ولو خلصت منه يخزن البول بتاعه في الازازه لانهم هيطولوا جدا لحد ما يوصلوا له. وبيتعدي 9 ايام وهو لسه موجود جوه النفق، وفجاه بيجي الكلب وبيلاقيه بياكل في حاجه، فبيروح عربيه مينا وبيلاقي كيس فيه اكل، فبياخده وبياكل هو والكلب، وبيحصل انهيار بسيط في النفق. ووقتها بياخد كشاف وبيحاول يدور على اي مخرج يطلع منه، لكن للاسف مش بيلاقي. وبيتصل بيه كام وبيقول له انهم قربوا يوصلوا له، وبيكون مخزن البول في الازازه، لكن قبل ما يشربه بيلاحظ ان في سيخ بينزل منه نقطه ميه، فبياخد الازازه وبيحطها تحت السيخ علشان تتملى. وفرقه الانقاذ بيكونوا شغالين بكل قوتهم وبيقدروا يوصلوا لطبقه النفق الخرسانيه، وبيبشروا الناس ان بكره بالكتير هيوصلوا للي جونج ويخرجوه. وبيعدي 17 يوم على وجوده في النفق، وفرقة الإنقاذ بيوصلوا لغطا المروحة بتاع التهوية اللي قال لهم عليها لي جونج، لكن لما بيرجعوا لمخططات النفق يلاقوا انهم حفروا في المكان الغلط وبعيد جدا عن لي جونج، وبييأسوا جدا لان عمق الحفر اللي عملوه حوالي 150 متر علشان يوصل للنفق، وعلشان يحفروا في المكان الصح معاهم 17 يوم تانيين، وبكده لي جونج هيكون مات. كين بيتصل بيه وبيقول له انا اسف جدا لانهم حفروا في مكان غلط وهيبداوا يحفروا من جديد في المكان الصح علشان يخرجوه. وساعتها بيغضب جدا لي جونج وبيقعد يصرخ باعلى صوته، وبيكلم مراته وبيقول لها انه خلاص هيموت ومش قادر يتنفس، وبيقول لها انها لازم تعيش حياتها وتخلي بالها من بنته سوجين، وبتفضل تبكي عليه وتليفونه بيفصل شحن. كين بيتصل بالمسؤولين وبيقول لهم عاوز آلة إزالة التلج لأن التلج كتير جدا عند النفق ومعطل عملية الإنقاذ، فبيقولوا له في الوقت الحالي صعب نبعت لك آلة لأنهم شغالين في المدينة. بنرجع للي جونج وهو جوه النفق وبيكون قاعد حزين ومش عارف يعمل إيه أو يتواصل مع أي حد، فبيروح وبيشغل الراديو وبيسمع أغاني. وبيكون في اجتماع للمسؤولين بعد مرور 25 يوم من انهيار النفق، وواحد منهم بيقترح إنهم يوقفوا عملية الإنقاذ لأن لي جونج أكيد مات، لكن كين بيكون موجود وبيعترض وبيقول لهم ان لي جونج لسه حي وهيعمل كل اللي يقدر عليه علشان يخرجه. ولي جونج جوه النفق بيكون في جرح في رجله وبيجيب كحول وبيحط عليه وبينضفه، وواحد من المسؤولين بيروح لمرات لي جونج البيت وبيقول لها تمضي على قرار وقف عمليه الانقاذ لان كده الدوله بتخسر فلوس جدا وفي مشاكل كتير حصلت بسبب انهيار النفق. بس مراته بترفض وبتقول له جوزي لسه عايش، بس بيقدروا يقنعوها انها تمضي على قرار وقف عمليه الانقاذ والبحث عن جوزها، وبتسجل له رساله على الراديو وبيسمعها وبتقول له فيها انها مش عارفه انه عايش ولا لا، بس خلاص هي مضت على قرار وقف عمليه البحث وان مفيش حد خلاص هيدور عليه او يحاول يوصل له وكل حاجه خلاص انتهت، وبتودعه وهي بتبكي جدا. لما لي جونج بيسمع كده بيتجنن وبيقول انا لسه عايش، وبيروح يدور على تليفونه وبيشيل البطاريه وبيفضل يضغط عليها علشان تشتغل، ولكن للاسف مش بتشتغل. كين بيسمع قرار وقف عمليه الانقاذ بس بيرفض، وبياخد اجهزه معاه وبيخليهم ينزلوه في الفتحه اللي عملوها، وبينزل النفق وبيكون معاه جهاز بيقدر يلقط الاصوات وبيبعت لهم اشاره لجهاز معاهم. في الوقت ده لي جونج بيروح عربيه مينا وبيدور على التليفون بتاعها علشان ياخد منه البطاريه، وفي الوقت ده بيجي واحد من المسؤولين بيخلي العمال يرفعوا كين من النفق، بس جهاز الصوت اللي معاه بيقع منه في النفق وبيبداوا عمليه تفجير النفق علشان يزيلوه نهائيا. ولي جونج اول ما بيسمع بالانفجارات بيجري بسرعه وبيزحف على بطنه وبيحاول يوصل للعربيه بتاعته. في الوقت ده كين بيشوف الجهاز اللي معاه مجمع اشاره وبيعرف وقتها ان لي جونج لسه عايش وبيأمرهم يوقفوا عملية التفجير. لي جونج بيفضل يضرب كلاكسات علشان يسمعوه ينقذوه، وكين بيعمل كل اللي يقدر عليه علشان يوقف عملية تفجير النفق وبيقول لهم ان لي جونج لسه عايش. وبيعدي 35 يوم ولي جونج موجود في النفق، وبيقدروا اخيرا انهم يوصلوا له وبيلاقوه مدفون تحت التراب بس بيكون في النفس، فبيخرجوه بسرعة وبياخدوه على الاسعاف ومراته بتحضنه، وبيكون في عدد كبير جدا من وسائل الاعلام والقنوات بتصور لي جونج وهم شايلينه، وبعدها بيدخلوه عربيه الاسعاف وبياخدوه في طياره خاصه وبيودوه المستشفى. وبعد كام يوم لي جونج بيخرج من المستشفى وبنشوفه في العربيه مع مراته، ولما بيوصلوا عند نفق بيتخض جدا، بس مراته بتمسك ايده وبتطمنه وبيدخلوا النفق وبيطلعوا منه تاني ومش بيحصل اي حاجه. وبكده يكون خلص فيلمنا النهارده. سلام.